التسعير قرار استراتيجي مش مجرد رقم، وانت معايا دلوقتي في سلسلة 100 قرار لبناء الأكاديميات. والقرار ده يا صديقي بيخلي المشروع يا إما يربح في هدوء يا إما يعطل للأبد. كنت في استشارة مع صاحب أكاديمية قال أنا مسعر قليل علشان الناس تدخل. قلت له جميل جدا، بس قليل بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لتكلفة التشغيل ولا المنافسين ولا تكلفة المنتج؟ للأسف لما راجعنا لقينا إن التسعير مبني على إحساس. مفيش حساب لتكلفة اكتساب عميل، تكلفة تقديم الخدمة، نسبة الإكمال وخدمة العملاء. فالمشكلة هنا ظهرت بعدين، ناس كتير دخلت بس الأرباح ما كانتش بتغطي، وكان متوقع طبعا إن الجودة تقع وإن السمعة تتأثر. التسعير مش مجرد جذب، التسعير هو اللي بيحدد مين عميلك، حجم خدمتك، وقدرتك كمان على التوسع. رقم غلط بيجيب لك جمهور غلط وكمان بيكلفك كتير. سعر على أساس نموذج عمل واضح وتشغيل، مش على أساس الخوف إن الناس ما تدخلكش. وده كان قرار يا صديقي من 100 قرار لازم تعرفه قبل ما تبني أكاديميتك.